النهارده هتكلم على اشهر امراض العصر الحديث وهو السكر. للاسف انتشر في معظم البيوت وبقى في فرد على الاقل في كل عيله بيشتكي من السكر، وكتير بيزوروا عيادات الاسنان بيشتكي من مشاكل في اللثه والاسنان، ونسمع اشهر شكوى: يا دكتور انا فجاه كل اسناني بدات تتلخلخ وعندي وجع في اللثه بصوره كبيره ودايما التهابات في اللثه. يا ترى هو بيحصل معايا كده ليه؟ بعد ما بنكشف عليه وناخد استشاره اخصائي الامراض الباطنيه ويعمل له شويه تحاليل بنكتشف ان عنده السكر وهو ما يعرفش. طب هو ايه المشكله اللي بتحصل مع مريض السكر؟ مريض السكر للاسف الاوعيه والشعيرات الدمويه عنده الجدران الداخليه فيها بتزيد سمكتها، وبالتالي الدم اللي بيسري جوه الاوعيه والشرايين بيكون كميته اقل او مش بالصوره الكافيه اللي بتوصل للثه والاسنان، وبالتالي يبدا يحس بمشاكل كتيره، زي ان اول حاجه بتحصل عنده انحسار وتراجع في اللثه، وبالتالي العظم يتآكل اللي حوالين الاسنان وتبدا تتلخلخ الاسنان بصوره كبيره. وللاسف ده بيحصل في وقت قليل، خصوصا لو هو مش عارف ان عنده السكر او عارف ان عنده السكر بس مش بينظمه. تاني حاجه بيشتكي منها ان قله اللعاب في الفم وجفاف في الفم بصوره كبيره، وزي ما احنا عارفين دور اللعاب الكبير في ان هو يغسل الاسنان من بقايا الاكل، وبالتالي لما بيقل اللعاب بتكون فرصه التسوس عند مريض السكر اكثر من غيره. ضيف على كده كمان ان هو بتكون عنده المناعه قليله، فبالتالي تكوين الخراجات ووجود الفطريات في الفم عنده بتكون بصوره دوريه. برضه لما بيتعرض لستريس او ضغط عصبي كبير للاسف ده بيعلي من الادرينالين، وبالتالي الادرينالين بيقلل عمل الانسولين، فمستوى السكر في الدم بيوصل لمستويات عاليه جدا، وده بيأثر على صحته بصوره عامه، وكذلك بيأثر على صحه اللثه والاسنان. بعد ما عرفنا كل المشاكل اللي بيعاني منها مريض السكر، يا ترى ايه النصائح اللي لازم ياخد باله منها عشان يحافظ على الاسنان وما يخسرهاش؟ اهم واكبر نصيحه دايما عندي لمريض السكر ان هو لازم ينظم السكر، مش بس عشان يحافظ على اسنانه، وانما برضه عشان يحافظ على صحه القلب والشرايين، ويحافظ على الكلى، ويحافظ على العينين والاعصاب الطرفيه، لان كل الحاجات دي بتتاثر بعدم انتظام السكر. تاني حاجه لازم يستخدم الفرشه والمعجون بانتظام اكثر من الانسان العادي، يعني لو في العادي الواحد بيستخدمها مرتين يوميا، لا هو لازم يستخدمها 3 مرات. وكذلك لازم يزور طبيب الاسنان عشان ينظف الجير بصوره دوريه كل 3 الى 6 شهور، لان اصلا اللثه عنده ضعيفه ومش مستحمله، فلو ساب الجير او اهمل في الجير ده هيزود مشاكل اللثه عنده بصوره كبيره. اخر نصيحه لازم يستخدم غسول ومضمضه بصوره يوميه، او في اقل الاحوال يتمضمض بميه دافيه، لان ده بيحسن من سريان الدم والدوره الدمويه في الفم، وده بيحسن من اللثه بصوره كبيره.